رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعلن 4 أخبار هامة وصارمة. السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم أخبار. قبل البدء لا تنسوا الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس ليصل لكم جديد الأخبار العاجلة والحصرية. حياكم الله متابعينا الكرام. صرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مفاجأة عن الفساد في المنافذ الحدودية ومن يديرها. وكان أبرز ما جاء في لقاء الكاظمي أولا التحديات التي تواجهنا اليوم كبيرة، وعندما يكون هناك نقد للحكومة فيجب أن يكون مبنيا على الحقيقة ويساعدنا، وليس على تأويلات أو صراعات سياسية، ولا أشكل أي تهديد لأي أحد لأن ليس لدي حزب وحزبي هو الشعب. ثانيا علينا أن نكون أبناء اليوم وليس أبناء الأمس، وهذا يحتاج توافقا بين الحكومة والشعب والبرلمان والكتل السياسية، ولكن للأسف الشديد لم نرى هذا التوافق. الناس تشعر بفقدان الأمل، وهذا من حقها عندما تقارن نفسها بدول أخرى وبدول الجوار المتقدمة. لدينا تحديات الهوية العراقية، وعانينا سابقا من صراعات طائفية، والهوية العراقية الوطنية لا يمكن المزايدة عليها. ثالثا الورقة البيضاء التي تعمل عليها الحكومة هي ورقة إصلاح وتوزيع للعدالة على الجميع. رابعا الفساد أخطر من الإرهاب لأنه يساعد الإرهابيين، وسوف تكون لدينا حملة لمتابعة أسباب هذا الفساد وملاحقة الفاسدين. وهذا مجمل ما تم إعلانه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عن طريق زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، وتفعيل جرس الإشعارات ليصل لكم إشعار عند نشر فيديو جديد أو الإجابة على تعليقات.